احنا هم دول اهل مصر، ارضه جنة زرع وغنى للحضارة كل عصر، رفع صوت الأذان وفي الشدة يبان، وكنايس فاتحة باب، وهم دول ولاد أهل مصر. ودلوقتي جاي معكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. مساء الخير. اول مره لساني نطق كده بلفظ خارج وشتيمه كان في اولى ثانوي في المدرسه، بعيد شويه يعني، عارف بعيد شويه، وكنت كبير شويه مش منظر يعني، المفروض تشتم قبل كده بكتير يعني. الجدع اللي شتمته كان زميلي في المدرسه، انا فاكر اسمه مصطفى يعني، كنا بنلعب ماتش كوره وحرق دمي وعمال بيشتم ويقل ادبه ويشتم، وانا ماسك نفسي شتمته من هنا، وقف الماتش، الفرقه كلها الله اكبر، خدني بالحضن وشالوني ومش عارف ايه، مبروك يا ريس انت دخلت خلاص حزب الشتائم، بقيت طبيعي خلاص، بقيت كده 100 بقيت راجل، بقيت جدع ومش عارف ايه. طبعا على مدى السنين اتعلمت حاجات كتيره جدا جدا، مبادئ اكتر منها شتايم، الشتايم موجوده في كل حته مش محتاج تتعلم يعني. فعايز احط معاكم شويه حاجات كده، وده برضو يعني مخصوص في واحد من مستمعينا الاعزاء وليد بعت لي امبارح بيقول لي عايزين في البدايه كل حاجه نقول كده حاجه ممكن تبقى مفيده لاي حد يعني. مبدئيا صاحب الحق مش محتاج يشتم خالص. ثانيا صاحب الحق بيخسر كتير قوي لما بيشتم، بيخسر حقه في اوقات كتيره كمان. الناس بتسيب المبدا وتمسك في الاسلوب، يقول لك ان اسلوبك مش كويس او غيره. ثالثا الشتيمه بتخليك تخسر الناس، الدنيا صغيره جدا. في مثل فارسي قديم يقول لك ايه، لا تبصق في البئر، ما تبصقش البئر يعني، فقد تحتاج ان تشرب منه يوما ما. رابعا ما في فرق كبير جدا بين النقد والشتيمه. النقد دايما تنتقد افعال، اول لما تنتقد شخص الصوره تختلف تماما. خامسا تتخيل الكلمه اللي انت بتقولها دي، تخيل لو انت مثلا انت كبير مثلا وابنك معاك وغيره، وبعدين حد جه قال لك قدامه ايه، على فكره انت راجل فاشل، انت راجل جاهل، انت راجل غبي، انت مش فاهم. تخيل الكلام ده بتاع عليك وولادك، اخص على كده طبعا. 6 طول اللسان مش جدعانه ولا رجوله، ملهاش اي دعوه خالص، ولا زمان اول سيجاره ولا اي حاجه من الحاجات دي بتفرق معاك بعد كده خالص. 7 القلعن والاضل انك تشتم في العلن، بتسيء لنفسك وتضايق غيرك وتعلم غيرك الغلط، يقول لك ايه ده 100 ده قشطه ده جامد يعني. 8 المناقشه بتموت تماما لما تقلب قله ادب، اول لما نخش في خلاص انا مش هتكلم، انا ما اعرفش في السكه دي. عايز اقول لك ان الكلام ده كله ايه، انا فتحته كده لان امبارح بعد كان عندنا حوار صغير امبارح مع احد المستمعين، وناس كتير بقى بالليل شفتهم وانا مروح كده، انتوا عارفين زي ما قلت لكم بروح بمشي عشان اشوف الحبيبه الحلوين اللي هم عند الكوبري بتوع 6 اكتوبر هنا جنب التلفزيون وغيره. فكذا حد يقول لي مفيش حاجه قوي وكلمه فاشل تعدي يعني ومش عارف ايه، تعديش عندي يا جماعه، مش عندي في القاموس. احنا بنحاول دايما نحط مكاننا نفسنا مكان الناس التانية، وهتلاقي ان في كلام كتير بيوجع. يوم جميل ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده يوم الخميس، ما اعرفش ليه كل سنه وانتم طيبين، بس دايما بتقال كتير. من اهل مصر فريق عملنا كالمعتاد، وسام عمار وعلي زلط وعلي عكيله وابراهيم مسلمه ومحمد مطاوع ومحمد مصلحي، ومنورنا النهارده بقى محمد زهران. مش شفتوش الاسبوع اللي فات، محمد زهران كان مزوغ مني الاسبوع اللي فات، انا اللي كنت زوغت غالبا صح؟ كنت انا مزوغ. انا جاي عندي صداع وفي عيال صغيره بتجري في دماغي، هتستريحوا مني، هتكلم بالراحه وعلى مهلي جدا عشان تفهموا، لان كل مره بتكلم بسرعه يسر، فالمره دي ههدى تماما يعني. طبعا لازم يعني نمسي على الناس اللي بعد كل الكلام اللي قلناه على التعديل الوزاري، انا لسه مستني الناس اللي جت بقى كل واحد يقول لك ايه، هو انا واقف فين وخطتي فين؟ في خطه يا اولاد؟ طب هل ممكن نعمل يعني؟ نفسي اسمع. بس عايز اقول لكم في علم الاداره دايما يقول لك انت عمرك ما بتحط لنفسك اهداف عشان ما تتمسكش عليك لانك خايف ما تعملهاش. لو جيت قلت لنا اي مكان بس قول لنا الحقيقه. انتوا عارفين لما تكون طالب انت اكل في دليفري كده في البيت، تكلم الراجل تاخر عليك ساعه، يقول لك ايه، لا على الكوبري، طبعا هو دايما على الكوبري، بعدين الراجل يجي لك يقول لك لا انا لسه خارج من 5 دقايق. والله لو قال لك من الاول ان انا بقالي يعني مش هاجي لك قبل ساعتين، مفيش اي مشكله خالص. قولوا لنا ادي الوضع، ادي امكانياتنا، ادي اللي عايزين نحققه السنه دي كمان شهر شهرين، عشان في الاخر نحاسبك. لكن انت غيرت وجبت ناس ثانيه، ايه الفرق؟ ايه التغيير؟ ما عدا طبعا احترامنا الشديد لوزاره الاثار زي ما قلنا والثقافه، هيفرقوا معانا جامد، لكن غير كده كله انا مطمن لدول اهدافهم واضحه، لكن الحاجات الثانيه ايه اهدافها بالظبط مش عارف. ليكوا معانا وكلمونا على 9 11 70 وابعتوا لنا، او كلمونا على 1700. شوف الصداع بدا يشتغل بقى، وابعتوا لنا اس ام اس على 9 11 70 وصفحتنا على الفيسبوك من اهل مصر. ومعانا النهارده ضيف انا استمتع معاه جدا. عايز اقول لكم بيني وبينكم كده ما حدش هيسمع غيري انا واللي بيسمع دلوقتي يعني، ما حد يعني قليل قوي العدد محدود. ما استريحتش من حوار امبارح، كان نفسي الشباب يعني، انا حاسس انا قاعد مع الشباب وانا اللي عمال بقول بس ينفع بس ينفع، والناحيه الثانيه لا مش هينفع. نفسي في الناحيه الايجابيه الشباب يكونوا اكتر، واحنا العواجيز اللي زينا ايه يعني فاقدين الامل، هم بيقولوا لنا لا ان شاء الله وعندنا طريقه و2 و15 هنعملها ان شاء الله. النهارده ضيفنا هيبقى ان شاء الله دكتور مصطفى النجار،
ومتوقع هسمع منه كلام ايجابي كتير ان شاء الله. نعملها ازاي كالعاده؟ خليكم معانا من اهل مصر. طب انا هعكس النهارده، هبدا سريعا كده، عندنا تعليقات جات لنا سريعا نبدا بيها ان شاء الله قبل ما ضيفنا العزيز يجي ان شاء الله. وانا سمعت وانا جاي كان هنا في راديو مصر كان بيكلموا الدكتور ايمن ضابع، كان بيتكلم عن الحاله المروريه، قطع الطريق اللي هو الطريق الزراعي، وحد هنا بعد بيقول لنا في بلطجيه قاطعين الطريق الزراعي يا شباب يعني نفسي افهم لحد امتى الظريف في الموضوع. انا بسذاجتي المعتاده عمال بقول ايه، طب فين قانون التظاهر؟ ده ملوش دعوه بالتظاهر على فكره، ده قصه ثانيه لوحدها كمان. اعتقد ان في قانون عندنا بيمنع اي نوع من قطع طريق او اعتداء، او حتى يا اولاد يا الاشقيه الظراف اللي بيبقى في الشارع يوقفك يعمل لك ايده العمليه المدوره دي، يقول لك ايه جنيه واحد لو سمحت، عشان عمال بيرسم بيشخبط على الرصيف. ده لا فن ولا اي حاجه، ومش من حقك ترسم في اي حته زي كده، في اماكن كامله تعمل جرافيتي وغيره، لكن مش هنا يا جماعه. في قانون، انا مش فاهم ايه اللي مانع تطبيق يعني انا عايز اسال سؤال كده، لو اي حد في حضراتكم لقى البوليس دخل في قطع الطريق وسحب الناس اللي موجوده، انت هتزعل؟ تقول لا ده من حقه تظاهر بتاع؟ ما ينفعش كده يا جماعه، ما ينفعش ان احنا حياتنا تستمر بالشكل ده على طول. ان شاء الله زي ما وعدناكم يوم الاثنين غالبا هيكون معانا حد من الداخليه، وعشان نشوف المشكله فين بالظبط، ايه اللي مانع حاجه زي كده. وهنسال برضو ضيوفنا دايما هل انت مع هذا الكلام ولا لا يعني. دي اول حاجه. الحاجات الثانيه طبعا عندنا برضو الناس بتبقى شاكه في كل حاجه، ربنا يكرم الجميع يعني. صابر مصطفى كان باعت لنا بيقول انا هقول لكم على حاجه وعارف ان انتوا لا هتقروها ولا هتتكلموا فيها وغيره. يقول لك ان هم كان عندهم مشكله في البلد بتاعتهم، بلد صغير بس ما قالش اسمها. قال لك عادي جدا واحد اتخطف الساعه 9 بالليل في وسط البلد، وناس عيال صيع حسب كلامه بالنص يعني عمالين شغالين بيضربوا خرطوش ونار وبيهددوا الامن. فكلموا هم 121 نجده، ولما كلموهم قالوا لهم لا طبعا حاضر والناس جايه ومش عارف ايه، وخد نمره التليفون وكل حاجه، ومحدش راح بعد كده خالص. برضه عمليه مقلقه، وبرضه عايز اعرف المشكله جايه منين. هل هو نقص عدد الناس بتوع الشرطه، ولا خايفين يروحوا، ولا لما بيلاقوا العدد كبير من الناس تبقى مشكله بالنسبه لهم، ولا ايه بالظبط؟ لكن اتمنى صابر صوتك يوصل، ويا رب يزيح الغمه دي من علينا، الحاجات الغير طبيعيه اللي بتعطل الدنيا جامد 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 يعني. طيب عندنا برضه تعليقات سريعه كده، ناس متوقعه مصطفى النجار هيقول ايه بالظبط، هنستنى مش هنسبق ونقول، وهو هيبقى مع مين وضد مين، ويا رب يحمينا من التصنيف ده كله، ملوش اي دعوه بالواقع خالص. على ذكر التصنيف عايز اقول لكم حاجه بسيطه جدا، انا اهلاوي عنيف زي ما انا قلت لكم قبل كده يعني. امبارح كنت بتعذب وانا بتفرج على الماتش هنا على 2 سم في 2 سم في الاستوديو. على ذكر 2 سم هنط على موضوع تاني، في برنامج شغال في التلفزيون دلوقتي، فانا سالت اخويا العزيز وسام قلت له هو الست حامل ولا يعني، فلا قال لي دي عزوه تقريبا. ده هو ده ان اللي عارف لما يكون حد عنده عزوه الوزن بيبقى زايد شويه، فالواحد مش عايز يغلط. انا قلت هي حامل والظروف كده. واضح ان الناس دلوقتي في كل حته الاحجام والاوزان بقت ده طبيعي، وما عندكش مشكله بقى يطلع في شاشه، يطلع في البخت، يطلع لك بالليل مش هتعرف تنام بالليل. بس ايه الاحجام دي يا جماعه؟ امال بس بيقول لك الحاله الاقتصاديه صعبه، ما علينا. المهم فاحنا بنتكلم على الاهلي وكده. انا زمان كنت شغال في اعاده الهيكله، فكنت بعمل اعاده هيكله للنادي الاهلي في فتره من الفترات. ايامها كانوا بيغيروا المدرب، وكانت اول مره بيجيبوا حسام البدري وغيره، فبقى كان عندي صداقات كثيره، المهندس عادل القيعي ومحمد عبد الوهاب. انا ما كنتش عايز حسام البدري، وكنت بحط كل ما عندي بكلمهم يوم واثنين وثلاثه وبقنعهم، والنادي ده بتاعنا وما ينفعش ومش هو اللي هينفع عملت كل ما في يسعي بالطرق السلميه المهذبه. فشلت، جابوا حسام البدري. بطلت اشجع الاهلي؟ طبعا لا، شجعته كل ماتش، وكنت اعرف ناس يعرفوه بحاول اوصل له افكار اللي انا مقتنع ان هي صح، وانا جاهل تماما، هو مدرب محترف لكن انا يا دوب مشجع. بس بوصله الفكره مره اتنين، وبشجع الفرقه في كل ماتش، وبلاقي له 60 عذر، واحاول نوصل له رسائل لو في حاجات فاحشه بتحصل، لغايه لما مشي. لما مشي بقى ايه، الحمد لله نرجع بقى كلنا، وانا وسام كنا بنتكلم ايوه بقى احنا نرجع للعادي بتاعنا، وان شاء الله يا رب يجي حد جامد وهكذا. الرساله بكل بساطه، السياسه نفس اللعبه على فكره. انت هتحاول بكل ما عندك تقنع كل اللي حواليك اختاروا فلان عشان هو اللي يمثلنا، لكن اليوم لما حد تاني يكسب هو انت مش هتسيب الفرقه دي مصر على فكره، دي بلدك. فلو انت قلت انا هقاطعها بقى شويه وابقى مستني يا رب يخسروا قوي عشان اقول لهم بقى ايه، شفت بقى طلع كلامي صح، المدرب ده مضروب لا ما ينفعش كده، لازم تلعب معاه، لازم تخش معاه في الفرقه، انها فرقه واحده يا جماعه. ساعات بقول حاجات غريبه شويه بس استحملوني. ما علينا، لسه عندنا تعليقات كتيره برضو من الناس، وفي ناس بيكلمونا هنا برضو بيقولوا على الحلقات بتاعتنا بتنزل على يوتيوب ولا لا. هي بتنزل يا حسين، وان شاء الله نحاول ننزلها على طول، في عندنا يوتيوب شانل كمان بننزلها. وعلي عبد العال ربنا يكرمك يا علي، هو بيقول انا عايز انضم لبرنامجكم مميز نوعيا، استنفدت عدد مرات اللايك. ربنا يكرمك، هو قاعد عمل 5000 لايك، انت بطل. عايز اقول لك ده رقم قياسي، بس مفيش حاجه يخليك تنضم للبرنامج يعني غير صديق البرنامج الشهير، وما اعرفش بيعمل ايه معايا صديق البرنامج. انت معانا على فكره، ابعت لنا افكار، احنا عندنا ناس جميله بتبعت لنا على الصفحه بتاعتنا افكار جميله قوي، ومش بس بقولها هنا وربنا عالم، بحاول اكلم ناس شغالين في وزارات او غيره انا اعرفهم شخصيا، اقول لهم يا جماعه في طريقه نعمل المشروعات دي ولا لا.
فابعتوا لنا افكاركم هنا، تعليقاتكم مهمه جدا وافكاركم مهمه جدا، وخليكم معانا. ابعتوا لنا على 91170، كلمونا 1700 وصفحتنا من اهل مصر، ويوم جميل ان شاء الله. لا يعني اول مشكله عندي انا مش عارف ابدا الحوار ازاي، لان ضيفي العزيز مختلفين او مش مختلفين، عاملين بنحاول نفكر دلوقتي هنقدمه ازاي. مصطفى النجار، اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا. يعني بنفكر فعلا في حاجات كتيره بقت سمعتها مش حلوه اليومين دول. بطاله يعني، عارف ناشط سياسي مش هي خالص. مش عارف شباب الثوره ما بقتش مظبوطه قوي. يعني ايه اللي باقي؟ حزبي مش هي برضه. برلماني معقوله شويه ان برلمان قال لك ده وقع عشان كان سيء السمعه. منحل برضه يعني برلمان منحل فاسد تماما، ما ينفعش كده خالص. اهلا بيك يا مصطفى معانا. اهلا وسهلا. اولا هنستمتع بوجودك معانا ان شاء الله، ومصطفى يكون معانا يا جماعه من دلوقتي لغايه الساعه 7:30 ان شاء الله. ابعتوا لنا اسئلتكم وتعليقاتكم. طبعا كالعاده في ناس تحب اول لما يسمع الضيف يبدا يقول لك والله ده غالبا هيقول كذا، ولا محدش عارف خالص الراجل ده هيقول ايه، ولا انا نفسي عارف على فكره. بس احنا اهم حاجه عندنا النهارده بنتكلم ان احنا دايما بنحاول هنا نشوف في برنامج من اهل مصر ان في امل وفي ايجابيه وفي حاجات ممكن تحصل. انت دخلت وخرجت ودخلت في مستنقع جامد السياسه بكل مشاكله، ودخلت مجلس شعب وكشكل مستقل كمان، وحصلت حاجات كتيره لجانب يقول لك ووتر اندر ذا بريدج، عدت حاجات كتيره حصلت كده. قبل ما نخش في التفاصيل، شايف الصوره دلوقتي فيها تفاؤل، فيها امل، فيها ايجابيه؟ يعني مهما كانت الناس شايفه ان في ضلمه وان في حاله يأس واحباط من يعني تعثر الثوره، انا شايف ان في امل وشايف ان اللي جاي احسن من اللي فات. ومهما طال المخاض في امل، والامل ده لازم نحارب عشانه. انت دلوقتي بقالك مده بتلعب فردي كناحيه يعني كخدمات اجتماعيه او غير. انت كنت من الحاجات الجميله اللي سمعتها عنك من الناس بتوع مدينه نصر المنطقه بتاعتك، ان انت بعد الانتخابات وبعد ما انحل البرلمان وكله انت استمريت في انك بتعمل خدمات وغيره. لازلت شغال بشكل فردي يا مصطفى، ولا بدا يبقى في عندك زي فرق عمل او ناس بتشتغل معاها؟ انا يعني فخور بالتجربه اللي موجوده في مدينه نصر، اللي اتاسست يعني بعد دخول البرلمان على طول. شكلناها في اسم مبادره اهل مدينه نصر، وهي كانت نموذج لفكره صناعه الشراكه ما بين النائب وما بين الناس اللي بيمثلهم. جميل. هي الفكره ببساطه ان احنا شكلنا فرق متطوعين في كل المربعات الجغرافيه اللي موجوده في الدايره، بنشتغل على حاجتين. الحاجه الاولى هو حل المشاكل الخاصه بالمرافق والمحافظه والاحياء وكده، والحاجه الثانيه هو فكره التنميه، ان احنا نجيب للناس فرص عمل، نبدا نعمل محو اميه، نبدا نتكلم على قيم، نعمل حملات لترشيد المياه، حملات ضد التحرش، كل ما له علاقه بالقيم. انا بشوف ان مفهومنا للسياسه المفروض يبقى اوسع شويه من فكره الانتخابات والتنافس الانتخابي. بشوف ان السياسه هي خدمه الناس، فاي سياسي لا يخدم الناس هو سياسي غير ناجح. جميل جدا. انت بتاخدنا لتوجه مختلف تماما، هنناقشه حالا بعد ما يرجع ان شاء الله بعد اذان المغرب باذن الله. خليكم معانا. مش عايز احرمكم الكلام الجميل اللي كنا بنقوله وقت الاذان، لان في حاجات حلوه قوي كتيره. انا عاجبني قوي ده موسيقى في اذني اللي احنا كنا بنتكلم فيه الاول يا مصطفى، قصه النموذج اللي انت عملته، انك بتعمل زي فرق عمل، تعمل شكل عنقودي بشكل محترم جدا، انك بتقرب قوي من الناس بالشكل ده، وبتضمن انك مش بس بتبص الناحيه اللي هي الخدميه الصريحه، لا ده بتبص على فرص عمل، بتبص على حاجات بيئيه. لكن عايز ارجع تاني الكلام الجميل اللي كنا بنقوله من شويه، ان انت قريت المشهد واختفيت فجاه بعد ما كنت بتعريف اللي هو المفهوم بتاعنا النشط السياسي اللي هو بيطلع كل يوم في التلفزيون ويتكلم كتير. خرجت بره الملعب ده وما بقيناش نشوفك حتى في الحاجات اللي هي كان فيها عنف او كده. ايه اللي خلاك تبعد عن الصوره دي؟ انا فاهم للثوره من اول يوم ان هي مسارين، مسار للهدم ومسار للبناء. لازم الاثنين يمشوا مع بعض بالتوازي. في ناس كانت بتشوف ان دوت تراجع عن الثوره او خذلان للثوره، وكانوا يتريقوا علينا ويقول لك انت ثوري متقاعد وانت ثوري اصلاحي. انا ثوري اصلاحي. انا مؤمن ان الثوره بعد ما تهد لازم تبني. في نفس الوقت ما فيش ثوره بتفضل للابد. يعني اللحظه الثوريه هي لحظه مؤقته، لكن لحظه البناء هي اللحظه اللي المفروض تستمر معانا. الحاجه الثانيه ليها علاقه احنا الناس في الشارع عايزه ايه، والمواطن المصري اللي هو زهقان بقى من النخب السياسيه اللي كل شويه تطلع تتكلم ودول وحشين ودول حلوين. طب احنا بنعمل ايه بعد كده؟ صح. ما بعد ان انت اثبتت ان فلان وحش هنعمل ايه بعد كده؟ بالظبط. اكتر حاجه يعني بلمسها وانا بشتغل مع الناس في الشارع، الناس احتياجاتها بسيطه قوي. صح. فاهم حاجه عند الناس ان انت تجيب لابنه شغلانه. اهم حاجه انه الشارع بتاعه ما يبقاش فيه قمامه. فيعني لو احنا بنتكلم على الفجوه اللي موجوده ما بين النخب السياسيه في مصر وما بين المواطن في الشارع، هي فجوه كبيره قوي قوي، والنخب السياسيه بتزودها لان هي برضو مصممه ان هي تتكلم على المسائل الكبيره اللي هي لا تعني الناس. هي الناس مش فاهماها قوي.
بس انا عايز ارجع لنقطه كمان مهمه جدا. انت تفضلت قلت حاجه حلوه قوي، مطالب الناس البسيطه دي لا تتعارض اطلاقا مع الحريه والكرامه، أبداً، لان لما أبداً. تبقى تمتلك لقمه عيشك ووظيفتك هتتعلم بشكل احسن، هتقول رايك بشكل احسن في الاخر. وهدف السياسه هو اسعاد الناس، يعني صح. هدف السياسه اسعاد الناس، فلازم يبقى في توازن ما بين الكلام على الافكار الكبيره والحريات والدستور وبين احتياجات الناس الاساسيه. لكن انا هتكلم في ده بس واسيب احتياجات الناس هتنفصل عني اكتر. فده التوازن اللي انا بحاول اعمله، وان كان في انتقادات ليا من بعض الثوار او من بعض الناس، لكن انا شايف ان دي تجربه مهمه، وشايف ان التجربه دي لو اتنقلت لدوائر كتير في مصر، ان الناس تشوف اشخاص سياسيين بيشتغلوا معاهم وبيحس بيهم، ده اكتر حاجه ممكن تغير الوضع اللي احنا كلنا بنشتكي منه. طيب انا عايز اقول لك على طول، اولا عايز اشكر صديق عزيز عمار زكي، بعت لنا اول مره بيسمع البرنامج بتاعنا، ومبسوط ان احنا بنحاول ننشر الروح الايجابيه، وبيقول معاك ضيف النهارده محترم جدا. ولكن في نفس الوقت في ناس على طول اول لما سمع مصطفى النجار موجود، حد يقول لك من عقول الثوره المشرفه وبيعمل شغل فاعل في العمل العام، وده حاجه كويسه. لكن حد تاني بيقول بس ايه ده واخد بقى ناصيه خالص. يعني ايه ناصيه؟ يعني مش محايد اطلاقا، وكل كلامه هيبقى ضد الاخوان تحديدا، رغم ان انا سمعت من ناس كتير اقول لك لا ده بقى اخوانجي وبقى ايه خليه نائمه بقى له مده. بالظبط. عندنا مشكله في مصر في يعني في غياب الموضوعيه. انا مقتنع ان هو في كلمه كده جميله اتربيت عليها، اللي هو دوروا مع الحق اينما دار. حلو. فانا النهارده ممكن انتقد حضرتك لو عملت حاجه سيئه، لكن انت عملت حاجه حلوه النهارده فاقول لك انت عملت حاجه حلوه. على افعالي مش على شخصي، على افعالك بالظبط. وانا هناقش الافكار، مش هناقش الاشخاص. اللي موجود في مصر دلوقتي اذا اي شخص بيحاول يفضل في منطقه الاعتدال ومنطقه الوسطيه فبيتشتم من ناحيتين. الاخوان يشتموه انت ضدنا، الناس التانيين انت مع الاخوان. فدي حالة من حالات غياب العقل. أنا شايف إنها يعني بعد فترة من النضج وبعد فترة من يعني انتشار التفكير المنهجي والتفكير الموضوعي، ده هينتهي وهيبقى في تيار في مصر تيار وسطي. لكن كل من ينتمي الآن أو كل من يحاول أن يعني يزرع نوال التيار الوسطي في مصر هو يشتم من جميع الأطراف. وهي العملية محتاجة صبر، والناس للأسف غصب عنها طبعا بعذرفها ما عندهاش صبر قوي. طبعا هي قصة يعني عمرها ما هتبقى بالضربة القاضية. هي معركة إحراز نقاط، مين هيسجل ومين هيبني ومين هيعمل تراكم ومين بعد كده هيقنع الناس ان هو فعلا صاحب المشروع. عجباني قوي يعني الماتش هيكمل 15 جوله طبعا مش هتخلص يعني هو موضوع طويل يعني. طبعا دي مهمه جدا. وبقيه القصه انا عايز اقول لك ان في واحد مره بعت لي على الفيسبوك قال لي انا زهقت منك بقى، انا مش عارف انت يعني ما بتشتمش في حد قوي ومتوازن قوي، هو مستني منك انت عايز ايه بقى؟ دي برضو لعبه الاستقطاب اللي احنا دخلنا فيها من بعد الثوره. انت لازم زي اهلي وزمالك، يا انت هنا يا انت هنا. لا انا ممكن ابقى هنا دلوقتي وممكن ابقى هنا دلوقتي، انا ماشي مع الحق وبدور على مصلحه البلد. انا اي حد هياخد البلد دي لقدام انا معاه. جميل. ومفيش مواقف دايما يعني اللي هو ما ينفعش ابقى انا انحيازي لا لشخص ولا لتيار، انا انحيازي للصح يعني مش لازم البلد. مش لازم ابو تريكه هو اللي يجيب الجون، لو حد تاني جابه شيكابالا هيسقف يعني. وهوس التصنيف اللي موجود اللي هو لازم يصنفك. يعني ايه خالد انت فين؟ يا هنا انت يا ليبرالي يا يساري يا اخواني. انت انا ممكن ما ابقاش ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، وبرضه انا بحب البلد دي. جميل. فبرضه هوس التصنيف ده من الحاجات من الافات اللي اصابت مصر بعد الثوره، ان هو لازم تتحط في طاقه، لازم تتحط في علبه، لازم تبقى قالب من القوالب عشان هو يقدر يتعامل معاه. هسألك سؤال على حاجه، هل الناس سواء ما بين النخب وما بين الشباب اللي طلع بعد الثوره واتفتحت عليه طاقه الاغراء الاعلاميه المرعبه دي، هل مش عايز اقول ضللته بس اديته امل كاذب شويه للشعب او خادع ان احنا يا جماعه الثوره النهارده يبقى بكره الصبح كل حاجه تبقى ورديه؟ كل المصريين وشباب الثوره جزء منهم كان عندهم نوع من انواع يعني يوفوريا حليمه. طبعا يوفوريا اللي هي ان كل حاجه هتتغير، وان 18 يوم الناس قد ايه تكاتفوا وقد ايه الناس كلها بقت كويسه ما بتعملش حاجات وحشه. وبعد الثوره الناس نزلت عشان تدهن الرصيف وتشوف الشجر دي كانت حاله مؤقته. لكن ما نقدرش نقول ان التجريف اللي حصل في مصر خلال اكتر من 30 سنه والتشوه اللي اصاب الشخصيه المصريه هيتغير في يوم وليله. احنا كده نبقى يعني بعيدين جدا عن الواقع. فلما الناس فاقت من هذه اللحظه ومن هذا التوهج العاطفي حست ان هي في صدمه كبيره، احنا رحنا فين؟ ده الثوره فشلت. لا الثوره ما فشلتش. انت ما كنتش فاهم من الاول ان معنى الثوره، لو احنا بنعرف الثوره ان هي تغيير جذري. وكلمه جذري نحط تحتها 1000 سطر. تغيير جذري في الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. الثوره مش تغيير في السياسه بس، لو احنا الشخصيه بالظبط لو احنا بنتكلم على اصلاحات سياسيه بس تبقى دي انتفاضه ادت الى بعض الاصلاحات. لكن عشان نقول ثوره يبقى تغيير جذري، والتغيير الجذري سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي. فنشوف الاول ايه معنى الثوره ونشتغل عليه عشان نقول الثوره نجحت ولا ما نجحتش. الكلام الجميل ده يا جماعه برضه بيرجعنا عايزين نشوف كام حد على الساحه النهارده بيطرح رؤيه
كتغيير سياسي واقتصادي واجتماعي وايديولوجي وفكري وكل حاجه مش موجوده. وعايز اقول لك الكلمه الجميله اللي انت قلتها برضه بتاعت الانتفاضه دي، بتفكرني بالظبط بايام الكابتن الجميل والعظيم حسن شحاته. نقدر نكسب بطوله افريقيا في 18 20 يوم عشان بنجمع كل ما عندنا، نركز جامد جدا. لكن الجدعنه طويله الاجل، التخطيط المستمر ده لسه قدامنا. ونفسنا بيبقى قصير، مش قادرين يعني نفسنا بيبقى قصير، واللي هو النهارده نبقى مهتمين جدا جدا بقضيه معينه وننام ونصحى بننساها. الذاكره بتاعتنا بقت سيئه للاسف. وده احد المشكلات. احنا يعني كل الدول اللي اتقدمت وكل الناس اللي ليها تجارب تنمويه، الناس ديت مش فجاه كده لقوا نفسهم كويسين، اشتغلوا وخططوا، وفي منهج علمي وفي تكاتف وفي يعني شراكه ما بين، مش حد بيخون حد. ما فيش حد واقف مثلا انت عملت حاجه حلوه، لا اصل انت عملتها عشان كذا وكذا وكذا وكذا، لا في مصلحه عامه كلنا بنروح عليها، كلنا بنحط ايدينا في ايدين بعض عشان نعملها، وماشيين بمنهج علمي مش منهج عشوائي. هوقفك الكلمه دي، بنحط ايدينا في ايدين بعض. ليا تجربه شخصيه بعد ما رجعت من بره وقعدت حاولت اجمع ناس من احزاب وسطيه كتير مع بعض، قلت لهم يا جماعه ونعمل لكم نعمل زي نوع من الاستشارات كده بيسموها فاسيليتيشن، عشان نطلع بصوره كده ادي رؤيه اقتصاديه ليك ولا غير. الكلام اللي سمعته بالظبط يا مصطفى يقول لي ايه، لا انا مش هقدر اقعد مع فلان لاني كان في قلق بيني وبينه وكده، بعدين فلان في بيننا عشان بالظبط العمل الجماعي ده، وانت كنت داخل وعضو فاعل في حركات كتيره ومع ناس كتيره لغايه دلوقتي ما تبلورش العمل. عندنا نفس المشكله، عندنا نفس المشكله، ولعل عدم وجودي دلوقتي في كيان او في حزب او في مؤسسه هو احساسي ان لسه ما وصلناش للنضج ان احنا نشتغل عمل جماعي مع بعض. ففشلنا في تحقيق او صناعه تجربه عمل جماعي ناجح هو احد الاسباب الاساسيه اللي مصر موجوده فيه. احنا ما بنقدرش نشتغل مع بعض، ودي مشكله كبيره. لو ما حليناهاش هنفضل زي ما احنا بنلف حوالين نفسنا. يعني فكره الشخصنه اكتر من المصلحه العامه والنفع العام. فالتحدي اللي قدامنا كلنا دلوقتي كسياسيين او نشطاء مجتمع مدني هو القدره على العمل الجماعي معنا. الحوار ممتع جدا، عشان كده احنا لغينا فواصلنا، كملنا. هنرجع يا جماعه بعد النشره ان شاء الله، ويكون معانا ضيفنا العزيز دكتور مصطفى النجار لغايه الساعه 7:30. ابعتوا لنا اسئلتكم وتعليقات كلها، وهساله تحديدا نمره 1 على ايه اللي ممكن نعمله كعمل جماعي سياسي، وايه المشروعات التنمويه اللي ممكن تعمل. وعايز اتاكد منك كمان اللي انت عملته في مدينه نصر ده جاب نتيجه في الاخر ولا لا، ولا الصوره التقليديه بتاعت نائب مجلس الشعب اللي هو بيلف بالورق يجري ورا الناس وسياده الوزير وخلص لي الحاله دي ولا الحاله دي. ارجعوا لنا تاني ان شاء الله من اهل مصر، ابعتوا لنا على 91170 وكلمونا 1700، وصفحتنا من اهل مصر على الفيسبوك. ويوم جميل ان شاء الله. ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. طيب رجعنا مرة تانية، ومصطفى عندنا تعليقات جميلة ومتنوعة من ناس كتيرة هنا. واحد بيقول لك مبدئيا محتاجين يا باشا، محتاجين وزارة الأخلاق مسؤولة عن تحسين وتطوير القيم والأخلاق مثل أخلاق الطريق والعمل الجماعي والفردي. نفس كلامك على العمل الجماعي ده في غاية الأهمية. تمام. مصطفى شاب نموذج، تحياتي ليه، ده حسين فرحات. افعلوا الخير لعلكم تفلحون، دوروا مع الحق اينما كان. ده صبري، كلامك مظبوط يا صبري برضه. حد بعد بيسالك هنا بيقول لك بالنسبه للعمل الجماعي السياسي، الا تعتقد ان جماعه الاخوان انجح من عملوا عمل جماعي سياسي بعد وصولهم لحكم مصر؟ وانا هنقف عند حته بعد وصولهم دي، لان دي فيها قولان كتير. لا طبعا، يعني جماعه الاخوان المسلمين احنا نختلف معاها، لكن اهم ايجابيه موجوده عند الاخوان المسلمين هو التنظيم. العمل الجماعي، وان يعني الايجو الشخصي بيتم كسره وانت داخل جماعه الاخوان المسلمين لصالح ايجو جماعي. يعني الاخوان لولا هذا الترابط ولولا هذا التماسك ما كانوش قدروا يحققوا النتائج اللي هم بيعملوها في الانتخابات. فالمفروض ان كل القوى المدنيه وهي بتنتقد الاخوان تشوف هم عملوا ايه في ده. مش معنى ده ان هم يبقى عندهم بقى فكره السمع والطاعه والغاء العقل والثقه في القياده اللي هي مش قائمه، لا خالص. لكن في تجربه للعمل الجماعي موجوده جوه الاخوان مهمه، لازم نتعلم منها، لان عدم قدرتنا على عمل الجماعي هو اللي هيخلينا قاعدين بنلف حوالين نفسنا. وعايز اقول لك يا مصطفى ان هي النقطه دي، ما في جماعه في التاريخ، مش جماعه ده شركه، اي كان اي مؤسسه مش هينجح بدون عمل جماعي منظم وقياده واحترام للقياده. وانت قلت كلمه جميله ساعات بنقولها دايما، الملاكم اول حاجه بيعملوها له بيكسروا مناخيره عشان ايه؟ ما يقعدش توجعه كل شويه. بالظبط، احنا مع بعض خلاص. عندنا المرحله دي. عندنا تحيه جميله من دكتور عمرو الفص، وهنجيبه لكم هنا للراجل ده. يا جماعه الراجل ده محترم جدا جدا، وبيسعى فواعلي كده في البلد. يعني هو دكتور وبتاع علم لكن بيسعى فواعلي. بعد بيقول احلى ضيف معاك يا خالد، وسلام ليك ودمتم متفائلين. ويقول له مصطفى هذا وقت انكار الانا والتركيز على الوطن واحياء المركزيه بتاعت الله سبحانه وتعالى. ومصطفى هيعرف يعلق عليا جيدا، لان ده هو مجتمع بلدنا المصري. رايك كيف كلامك؟
طبعا انا بشكر الصديق العزيز عمرو الفص على الرساله دي. احنا فعلا يعني محتاجين على طول نراجع نفسنا، احنا شغالين ليه؟ جميل. احنا صح. بنعمل ايه؟ احنا ليه؟ يعني العمل العام سواء هو عمل سياسي او عمل اجتماعي هو بذل مجهود. صح. وهو عمل تطوعي. انت بتعمله ليه؟ انت صح. بتعمله عشان ربنا يرضى عنك، بتعمله عشان تغير حياه الناس للافضل، بتعمله عشان ما ينفعش انك انت تبقى عايش لحياتك بس. بالظبط. فجزء من تطوعنا وجزء من خدمتنا للناس هو اسعاد لنفسنا قبل ما يبقى جميل. اسعاد للناس. فلازم على طول نراجع نفسنا احنا موجودين ليه؟ اقدم نفسي ولا اقدم المصلحه العامه؟ مش عيب ان انا يبقى عندي حلم شخصي، لكن الحلم الشخصي ده لازم يبقى جزء من الحلم الجماعي. ما بيبعدوش عن بعض ابدا. معانا على التليفون الاستاذه صفاء جلال. اهلا بيكي معانا، اتفضلي. اهلا بيك، انا مبسوطه جدا ان انا بعمل مداخله معاك. ربنا يخليك. لان انا بسمعك ومتابعاك وانا زيك بقرا بطوط، ما بقراش ميكي. طيب. ما بحبش قصص من كده. ليه الفضيحه دي يا صفاء؟ كنا قلناها خلاص امبارح. طيب ماشي. وبحيي ضيفك الجميل استاذ مصطفى النجار. انا من الناس اللي بحترمهم جدا. انا مش سياسيه وماليش في السياسه، انا بطيخه حزب كنبه فظيعه. وانا نزلت له في الاعاده مخصوص لاني كنت مؤمنه جدا ان ما يبقاش في تيار مسيطر على الحياه. صح. في البرلمان. جميل جدا. ونزلت الاعاده لاني انا ما كنتش بفهم اي حاجه في السياسه، بس قالوا لي قابلت شباب حلوين قوي وانا في اللجنه. جميل. اول مره انتخبت قالوا لي الراجل ده كويس قوي. فقلت لهم بجد يا شباب؟ قالوا لي البنات كانوا واقفين معايا فقالوا لي مصطفى النجار ده راجل محترم جدا. قلت لهم اوكي. لما حصلت الاعاده نزلت وانا عندي حماس ورغبه في التغيير وعايز اشوف مصر حلوه. ويعني انه اما سمعته دلوقتي انا فعلا بحييه وبشكره. جميل. على انه محترم جدا. ما فكرش في الكرسي ولا فكر في المنصب السياسي ولا فكر في المركز الاجتماعي اللي يوصل له، لا ده بينزل الحياه العامه. المواطن المصري الغلبان محتاج ايه. جميل. ده اللي مستنيينه من كل سياسي موجود في مصر. انا مش عايز اسمع خطب. صح. ولا عايز اعرف الدستور الجديد فيه ايه. انا عايز اكل واشرب واربي ولادي واعلمهم تعليم محترم. صح. وادخلهم ويتعالجوا كويس، يبقى في سقف فوق راسي. يعني صح. حقنا. صح. كلام جميل جدا. بحييك على الامل والتفاؤل اللي انت مديهولنا، لان احنا كنا بنفكر نهاجر. لا لا دي بلدنا مش هنسيبها ابدا. يعني مش هنسيبها والله، بس عارف الاحباطات بتزيد قوي، بس كل شويه بنقول احنا بنحبها. بالظبط. وبحيي الاستاذ مصطفى جدا جدا جدا، ويا رب كل المصريين يبقى عندهم نفس التفاؤل نفس الرغبه ان شاء الله في حب البلد قبل حب اي حاجه تانية. ان شاء الله. لان لو البلد دي خربت مش هنلاقي حاجه نمسكها. صح. وهي بلدنا، ما هي دي يعني هنظبطها غصبا عنها وعننا. يعني شكرا جزيلا يا صفاء ونورتينا بكلامك الجميل. مصطفى برضه تعليقات كتير هنا بيقول لك، حد باعت هنا بيقول لك ليه دكتور مصطفى مصر انه يدفن امكانياته مع معارضه عواجيز، ليه ما حاولش انه يتعاون مع الحكومه؟ وبيقول لك ان حد زيك المفروض كان ممكن عنده فرصه دلوقتي يبقى وزير ولا غيره. انا شخصيا يعني اؤمن بس انا هقول تعليق سريع على فكره. المعارضه مش عواجيز برضو، المعارضه فيها كل حاجه، ومش عايزين نشوف المعارضه لغايه دلوقتي. ما بقاش عندنا في مصر حزب حاكم لغايه لما يتعمل انتخابات جديده. اتفضل. انا شايف ان يعني النظام الموجود ما سابش فرصه لحد ان هو يساعده، هو رافض فكره الشراكه اللي موجوده. لكن انا متفق معاه ان في حاله شيخوخه موجوده في النخب يعني السياسيه في مصر بصفه عامه. ودورنا احنا كشباب ان احنا نعيد بقى تغيير هذا المشهد، وتتولد نخبه سياسيه جديده مؤمنه بالعمل الجماعي، مؤمنه باخلاقيات العمل السياسي. طبعا الناس ممكن تتريق وهو يقول لك ده بيقول في اخلاق في السياسه. لا، في اخلاق لازم طبعا في السياسه. ومرجعيتنا هي مرجعيه اخلاقيه، ومعركتنا قبل ما تبقى معركة سياسية هي معركة أخلاقية. وإحنا يجب أن نمارس السياسة من هذا المنطلق. أنا هرجعك هنا في نقطة سريعا. كلامك جميل جدا، بس المعركة دي ان احنا نبني النخبة، نبدأ نخلق يعني نوعية مختلفة من العمل السياسي. انتوا بتعملوا فيه ايه؟ او هل في محاولات انك تجمعوا؟ لان برضو لو دخلت انت انتخابات القادمة مستقل هيبقى حاجة قطرة في بحر. نعم. أنا شخصيا يعني من بعد حل البرلمان بقى عندي متسع من الوقت ببذل مجهود سواء في العمل في الدائرة بتاعتي وفي العمل في المحافظات. بسافر بروح ندوات في الجامعات وبقابل شباب، يعني بشوف يعني في خير في مصر مش طبيعي. جميل. وفي امكانيات هايله جدا جدا في المحافظات، حتى والله المحافظات اللي هي بتعاني من التهميش زي محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا. فاللي بشوفه في المحافظات من التعامل مع الشباب ان الناس عندها رغبه وعندها يعني كفر بكل اللي موجود وعايزه تعمل حاجه جديده. صح. ممكن ما نكونش لسه قادرين دلوقتي نتوج هذه الحاجه في كيان او تبان قوتها، لكن انا شايف
ان ده الهدف اللي احنا كلنا المفروض نشتغل عليه. محتاجه دعم مالي اكتر ولا بطريقه او اخرى ممكن الناس دي تجمع نفسها؟ الدعم المالي مهم لاقامه اي كيان، واحد مشاكل الاحزاب في مصر هي كانت مشكله التمويل، لكن اعتقد كل مشكله ليها حل لو ابدعنا وابتكرنا وسائل يعني لو ربطتها بمشروعات اللي انت بتعملها يبقى هي نفسها بتطلق. طيب بالظبط. نرجع لكم تاني ان شاء الله بعد الفاصل، وبرضه ابعتوا لنا اسئلتكم، الوقت بيطير بس الحوار ممتع جدا مع دكتور مصطفى النجار من اهل مصر. الوقت بيطير، عندنا تعليقات سريعه وبرضه بتدور في فلك اشمعنى ومش اشمعنى او تبص على الاخرين. محمد لطفي مثلا بيقول ليه المعارضه ما بتقومش هي نفسها بطرح مشروعات قوميه على الحكومه قدام الراي العام والحكومه تتحاسب عليها، وهو شايف المعارضه ما بتحاولش تشتغل مع الحكومه. بينما محمد مصطفى سامي بيقول لك لا، المشروع الاخوان بيترشحوه دايما كمشروع وطني، اول لما ينجح يحولوه لحاجه اخوانيه. عايز ابعد عن الاثنين. مصطفى انا سمعت ان انت كنت مؤخرا سافرت بلاد زي تركيا ورايح ابو ظبي وغيره، انت بتعمل ايه؟ عايز تعمل ايه؟ انا عايز اتعلم. جميل. عايز انت عضو مجلس الشعب لسه عايز تتعلم؟ طبعا عادي يعني. يعني هفضل اتعلم لغايه ما اموت ما شاء الله. وعايز ابقى رجل دوله. حلو. يعني اكتر حاجه بتزعلني في مصر فكره ادعاء المعرفه، ان احنا بنفتي في كل حاجه وعارفين كل حاجه. جامدين قوي الحلوه دي والمنصور. عشان نقدر يعني نغير البلد دي لازم نتعلم. والعلم رحله لا تنتهي. انا رحت تركيا، كنت بشوف تجربه المحليات هناك وشوف الناس دي بتعمل ايه. وضع اسطنبول كان اسوأ بكتير من وضع القاهره، لكن كان في منهج علمي وكان في عمل جماعي وكان في رؤيه وتخطيط. فنشوف اسطنبول دلوقتي من اجمل مدن العالم. وانت شايف ان المحليات او اللي هو الجزء اللي تحت ده جزء كبير من المشكله؟ هو مش جزء كبير، ده هو اساس المشكله. ان احنا لو ما بدأناش من تحت ولو ما قدرناش نغير الجهاز الاداري اللي موجود عندنا وفكره يعني علاقه الدوله بالمواطن وعلاقه الخدمات بالدوله، احنا هنفضل في نفس يعني هذا الجدل الموجود من غير ما نغير حياه الناس للافضل. فانا اتمنى ان كل سياسي في مصر وكل من يمارس العمل السياسي يعني يجب ان يبحث عن العلم، يجب ان يتعلم. يعني احنا هو اداره الدوله دي فن، يعني لازم نتعلمه بعيدا بقى عن الجدل السياسي وده صح وده غلط وده غلط. لازم نعرف احنا بنعمل ايه. قبل ما ناخد محمد علي معانا على التليفون، بس عايز اسالك برضو من وجهه نظرك، الناس كتيره دايما عندها احباطات وشايفه ان يعني الدنيا مش هتمشي، وجهه نظرك في كده ايه؟ انا شايف ان احنا يعني عندنا نوع من انواع الاستعجال. ولو قارنا الثوره المصريه بالثوره السوريه او الثوره الليبيه وكم التضحيات اللي موجود هناك لغايه دلوقتي ولسه يعني لم يتم اسقاط النظام، احنا 18 يوم يعني وتعبنا والثوره وسنتين. لا، انا شايف ان احنا يعني بدأنا او فتحنا اول صفحه في كتاب الثوره، لكن لسه في صفحات كتير لازم نعديها. لازم يبقى في نفس طويل ونبعد عن الهزيمه النفسيه. جميل. اسوأ حاجه ممكن تحصل احنا نهزم نفسيا، فمش هنعمل اي حاجه. انا يعني يمكن شايف ليبيا مختلف شويه طبعا عن سوريا، لكن معانا دلوقتي محمد علي على التليفون. استاذ محمد اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك، اتفضل. معجب بحضرتك جدا. ربنا يكرمك، ربنا يخليك. وبحيي الاستاذ مصطفى. الله يكرمك. وكل واحد بيعارض بمعارضه بناءه للبلد. جميل جميل، ربنا يكرمك جدا. وربنا يكرمكم يا رب ويكتر من امثالكم يا رب. ربنا يكرمك. عندي هنا سؤال بقى، الحاجه اللي يمكن اخر حاجه نتكلم فيها. شكرا يا استاذ محمد. كنا بتتكلم على الخدمات وكنا عايزين نتاكد هل بتنجح في الواقع ولا لا. انا عندي هنا حد باعت بيقول لك هنا انا شاب من مدينه نصر الحي العاشر وفي منطقه السويسي تحديدا، بيقول لك انا مش حاسس قوي بالانشطه بتاع الدكتور مصطفى، انا عايز اعرف هي فين. طبعا عنده حق، لان لو احنا بنتكلم عن المنطقه الجغرافيه اللي احنا شغالين فيها هي منطقه كبيره ومشاكلها كتير جدا جدا. لكن اللي انا سعيد بيه في مدينه نصر ان احنا صنعنا نموذج، هذا النموذج يعني بيكبر، يعني قابل للتكرار او قابل للتكرار وقابل للنمو. لكن الفكره ان احنا موجودين. في نفس الوقت احنا عندنا مشكله لسه في الشراكه ما بيننا كمجتمع مدني وكناس موجوده على الارض مع السلطات الحكوميه. لسه يعني فكر الشراكه مش موجود بشكل واضح. لكن اتمنى ان الفتره الجايه نقدر نطور النموذج ده والناس تبقى عارفه ان احنا في رقابه شعبيه وفي متابعه للاداء، لكن الهدف ان احنا ننجح، الهدف ان احنا نغير حياه الناس. والنجاح يعني بتاع الصوره الكبيره هيبدا من المجتمع المحلي، فلازم ننزل لتحت شويه ونشتغل على هذا المستوى. معانا تليفون تاني استاذ محمد البرولوسي، اهلا بيك معانا، اتفضل. ازي حضرتك يا استاذ؟ الله يخليك، اتفضل يا بيه. انا بشكرك على يعني ذوقك واخلاقك واسلوبك المميز. ربنا يكرمك. في الحلقه اللي فاتت وموضوع الالفاظ النابيه، انا مع حضرتك تماما ان احنا محتاجين نظبط الفاظنا. يعني احنا لما نتكلم على حسني مبارك نقول الرئيس السابق، هو عمل حاجات كويسه وعمل حاجات وحشه اكيد زي اي بني ادم في الدنيا، صح. هنتكلم على الرئيس مرسي، محمد مرسي برضه لازم نتكلم عليه. حتى لما نتكلم مع بعضينا لازم نحترم بعض، صح. لازم نعلي الثقافه. المفروض الثقافه يعني انا ده رساله ببعتها لرئيس الجمهوريه، يا ريت وزير الثقافه يحاسب على ثقافه الشعب المصري، احترام الناس لبعض. صح والله. دي حاجه. بحترم طبعا ضيفك جدا وبشكره على كلامه،
وجزء بس بسيط او يعني هي رساله برضو بالنسبه للمحافظات المحليات. تمام. عندنا مشكله في ميدان لبنان طلوعا من واحنا طالعين المحور او احنا طالعين المحور كان في محل بتاع فول وطعميه بدون ذكر اسمه. تمام. ما ينفعش ده يبقى موجود في مكان زي ده لانه على طول عامل زحمه. واحنا لازم من اكتوبر من كوبري اكتوبر برضو في ميدان لبنان في محل شيك جدا او هي عماره ملابس فتح جديد برضو ما فيش مكان للركنه فده عامل زحمه. لما كان وزير الداخليه الموجود زمان موجود كانت الدنيا رايقه. كلامك جميل جدا يا استاذ محمد وده جزء كبير جدا التخطيط بصفه عامه حاجه مرعبه. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. الناس افكارها حلوه وتعليقاتها حلوه. مصطفى قدامنا دقيقه او دقيقه ونص، اخر حاجه عايز تقولها للناس ايه؟ عايز اقول للناس طول ما في امل طول ما احنا هنقدر نشتغل، ولكن لا امل بدون عمل. يعني ما ينفعش ان انا يبقى بقول ان في امل وانا متفائل من غير ما انا بشتغل. الثوره مش هتنجح الا يعني طول ما احنا شايفين ان هو احراز نقاط، بنتقدم، بنتعلم، بنتحلى بالموضوعيه، بنحارب عشان نشتغل عمل جماعي. مش عايزين الحلم يتهز جوانا. احنا في لحظه مخاض ولحظه تعثر، لكن في امل موجود وفي حلم موجود نحارب عشانه، عشان الناس اللي ماتت في الثوره ماتت عشان حياتنا تتغير للاحسن. فلو حياتنا ما اتغيرش للاحسن يبقى احنا فعلا ضيعنا دم الناس دي. بالظبط. على رأي فيروز قالتها في امل، في امل ان شاء الله. في امل. صفا النجار نورتنا ومتعتنا، وان شاء الله يا رب دايما بالايجابيه والجمال والتفاؤل والعمل والواقعيه الحال يتغير ان شاء الله. خليكم معانا، هنرجع لكم باخر جزء باذن الله، الجزء بتاع البورصه وتعليقاتكم الجميله دي من اهل مصر. ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. رجعنا مره ثانيه. حوار كان ممتع النهارده، في بعض التفاؤل والواحد محتاج تفاؤل يا جماعه. على فكره في ناس بيبعتوا يقول لك انت جايب التفاؤل ده منكم، على فكره من الناس الجميله اللي بتطلع افكار وتحاول تعمل حاجات على طول. وكلمونا، بحب مكالماتكم جدا لانها ده صوت الناس. فكلمونا على 1700 وابعتوا لنا برضه رسائلكم على 91170. وحد بعت هنا بيقول يعني عاجبه البرنامج وكده بس مش عاجبه يعني يقول الاعلانات كتير، ده دي سنه الحياه. وبعدين موضوع ساره بالذات، في الموضوع بتاع ساره، انت فين يا ساره؟ خلصي موضوع يا ساره او قولي له ان انت مش طايقاه، يعني عارف خلاص بقى الولد كمان وانت يعني شحتفه غير طبيعيه وهي ما تستاهلش. يعني احنا دايما لما نتزن نقول لك ايه معرفه الرجاله كنوز ومش عارف ايه وكلام من دينا. كانت بعتها بتقول لي هو إيه ليه الصداع؟ هقول لك الصداع جه منين. النهارده كان عندي مشوار غريب كده في مدينه نصر، او يعني مصر الجديده على مدينه نصر دي مش حتتي، حته وسام وكده، لكن فانا ببراءه بعربيتي كده سالت حد بس قلت له ايه هو فين شارع عبد الحميد بدوي؟ طلع شارع كبير على فكره، طلع انا مش عارف يعني. فاول حد اول جمله يقول لك ايه، قال لك فين بالظبط، انت كده عرفت ان هو مش عارف خلاص، بس مضطر تسمعه. فيبدا يقول لك يمين شمال، وانت من كتر ما هو بيتكلم بثقه غصب عنك صدقته. فلقيت نفسي تهت كميه توهان، ففي الاخر ركنت عربيتي وخدت تاكسي، يعني عارف عشان اوصل في الاخر. طلع عيني بعد كده ارجع العربيه بقى لان انا مش عارف انا سبتها فين. يعني اذا كان عبد الحميد بدوي صعب فالشارع الصغير ده كان ايه، بس ما علينا. فده اللي بيجيب الصداع طبعا. لكن اموت في الفتاين يعني ان شاء الله الحلقه اللي جايه اديكم ارقام جميله جدا. عدد الفتاوى اللي طلبها الشعب المصري السنه دي غير اللي هو طلعها، يعني غير الشعب هو فتى قد ايه، بس الفتاوى اللي طلبها من جهه رسميه غير اللي طلبت من قنوات تلفزيونيه غير اللي طلبت من واحد صاحبك على القهوه غير، يعني كل الحاجات دي. يعني ما علينا. كالعاده عايزين نتكلم في البورصه بتاعتنا وشويه حاجات ايجابيه وكده، لكن من الحاجات الاخبار يعني اللي برضو الموضوع سخن جدا برضو امبارح والنهارده، جرايد كتيره وبرضو عمالين بيتكلموا على موضوع اللي هو القانون بتاع القضاء. والحمد لله ان مؤتمر العداله بدا الاعداد ليه والتحضير، النهارده كانت الجلسه الثانيه ليه، وبيتحركوا الناس دي. في نفس الوقت فورا كل الحوار على الاعمار بتاعه القضاه وانهم عايزين ينزلوا بيها. وانا عايز اقول لكم مش دي المشكله اطلاقا يا جماعه، المشكله الاساسيه يا شباب هي في معايير الانتقاء والاختيار. واحنا عندنا مشكله كبيره جدا في قصه حته بقى المجموعه، يعني ده مشكله كبيره. انتوا عارفين طبعا يعني اعلى مجموع في مصر هو اللي بيخش كليه ايه، حقوق وكليه شرطه، اللي هو بيبقى جايب 53%. 53 بتاعت زمان اللي هي دلوقتي بقت كام؟ 92. انت النهارده لو جبت 112% تقريبا بتخش ايه، مش عارف تخش ايه بالظبط، تخش جنينه الحيوانات او ويا رب تخشها ضيف، يعني تخش ساكن يعني، لان الرقم قليل جدا يعني. فانت لازم تجيب مجموع غير طبيعي وفي الاخر مش كفايه. ففي معايير اكيد اكتر من الامتحان الغريب ده. متفهم تماما على فكره. الفكره دايما الناس يقعد يقول لك يعني ده طبيعي، يعني مثلا يعني ايه الدكتور لازم ابنه يطلع دكتور، هو بيخش البيت معاه مش بطيخه مثلا، بيخش معاه عيان بيجرب عليه مثلا. القاضي بياخد معاه مثلا متهم في البيت وهكذا، ولاعيب الكوره بيخش معاه الحكم، او يعني اي حد بيتدرب على حاجه جوه البيت. بس ليها حدود. في حاجتين بس مش ماشي فيهم توريث خالص على فكره المفروض، يعني اللي هي الاعلام والنشط السياسي. اعتقد الاثنين دول موهبه جامده جدا، عشان كده تلاقي كل الاعلاميين بتوعنا دارسين. النشط السياسي
عايزه امكانيات ماديه جامده جدا، من الكوفيه للشتايم للمولوتوف للسلاح للمجموعه كلها، زي مصطفى النجار كان بيقول بقت مش حلوه يعني ما شاء الله. المهم يا جماعه عايزين نبص على المعايير اكتر ما نبص على المجموع، لان في حاجات كتيره جدا نتاكد ان اللي بيحكم ده عنده المعرفه والقدره والخبرات التقنيه والفنيه. وزي الجدع اللي كان عندنا دلوقتي مصطفى النجار بيقول لك حاجه جميله جدا، بيقول لك انا عايز اتعلم وعايز اسافر اشوف منظومه الحكم المحلي في ابو ظبي، وراح يشوف الناس في اسطنبول عملوا محليات ازاي، يعني ممكن تبذل مجهود وتتعلم حاجه بجد. معانا تليفون الاستاذ مرسي احمد. استاذ مرسي اهلا بيك معانا، اتفضل. لا مش مرسي، انا مهندس احمد سليمان. باشمهندس احمد اهلا بيك، نورتنا. اسف معلش. الله يخليك. لا مفيش اسف، انا اولا بشكرك جدا على البرنامج بتاعك، ربنا يكرمك. وكنت عايز اقول حاجه، يعني انا في ناس اصحابي كتير بيفكروا يهاجروا ويسيبوا مصر، بس احنا مش هنسيب مصر. صح. واحنا يعني دودة في البلد دي هتتغذى على الثوره اللي قامت عليها. جميل. ان احنا في معايير كتيره قوي لازم تتغير عندنا في بلدنا، عشان بلدنا دي اجمل بلد في الدنيا بجد، والناس اللي فيها ناس من اروع ما يمكن. صح. عندنا مشاكل زي اي بلد في الدنيا، بس عندنا امكانيات مهوله. صح. احنا محافظه واحده بس ممكن تبقى زي ماليزيا وزي تركيا بالامكانيات اللي موجوده فيها. جميل كلامك يا باشمهندس احمد، يعني والله كلام جميل جدا. وعايز اقول لك الشعب ده عنده امكانيات طاقات كامنه، يتوجه ويتحط في الطريق الصحيح ويتعلم، الدنيا هتتغير تماما. ما يتعلم بقى، هي دي الفكره. انا نفسي المشروع القومي بتاعنا ان احنا نبتدي نهتم باولادنا الصغيرين اللي هم ابتدائي والكي جي اللي هم قبل الابتدائي بالظبط، دول نبتدي نركز عليهم دلوقتي، نبتدي نحط فيهم بقى معايير ازاي يحترم الاخر، وازاي يحترم اشاره المرور، وازاي يحترم القانون. هنتفرج على بلد تانية كمان 10 15 سنه. المصري لما بيتحط في اطار نظام بيتالق. شكرا جزيلا يا باشمهندس احمد، وكلام جميل جدا. التعليم، بس قبل التعليم نرجع النقطه اللي قبليها خطيره جدا، نعترف ان احنا عندنا مشكله. الجمله الشهيره يا شباب الحلوه دي والمنصوره، العربيه خربانه من كل حته، نمر ممسوحه والموتور مفوت ومتخبطه والراجل كاتب عليها الحلوه دي والمنصوره اساسا ما فيهاش مصنع واحد للعربيات، فلازم نعترف ان في مشكله عشان نبدا نشتغل عليها بعد كده. ما علينا، المهم لسه عندنا برضو حاجات ايجابيه بتحصل. عايز اقول لكم تسمعوا عن الراجل المحترم اللي هو الدكتور فاروق الباز، هو مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعه بوسطن الامريكيه، وعمال شغال رغم ان هو هناك من بعد الثوره، ما شفناهوش كتير في تلفزيون او غيره، حاول يعمل مشروعات لكن في الهوجه اختفى، لكن هو شغال لغايه دلوقتي بيحاول يعد لمشروع برضه ممر التنميه اللي هو مقتنع بيه تماما، وبيحاول كمان يبعد عن التمويل الحكومي اللي هو عارف ان هو يبقى صعب جدا. المشروعات الكبيره بيسموها الميجا بروجكتس دي، فبيحاول يوصل لحاجه جميله، ويعمل تمويل بالصكوك الفرديه بالجنيه الواحد للشعب المصري. فكره جميله وطويله الاجل، بس هو عمال بيقول ان بعد كده المستثمرين هيخشوا، والخطوه الاساسيه ان نبدا نعمل كده عشان نوقف الزحف الرهيب على ما تبقى من ارض الدلتا المصريه ونخلق الدلتا الموازيه. الموضوع ده كبير جدا، انا جاهل فيه، لكن في ناس كتيره متخصصه. نفسي المشروعات دي هي اللي نتكلم فيها يا جماعه، هتفرق معانا جامد. ناخد فاصل اخير ونرجع لكم باخر جزء ان شاء الله، البورصه بتاعتنا من اهل مصر. ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. لا وبعدين احنا لسه بنعلق على موضوع ساره، حد بعت لنا فسمعنا نفس الموضوع انا على فكره بقى، يعني انا وسام متضامنين في الطلب ده، عايزين نشوف ساره، شوف شكل ساره او نشوف صوره الشاب اللي بيحب ساره. لان وعلى ذكر الصور لسه شايف خبر برضو النهارده تاني على جريمه قتل عشيق وعشيقه. لو شفت صور الاثنين يا جماعه، اقصى حاجه يكلموا فيها ازمه السولار، يعني مش ممكن تكون دي الناس اللي هيبقى فيه العشق والهوى. بس معلش طبعا يعني كل واحد ليه الستايل بتاعه. معانا على التليفون استاذ محمد. استاذ محمد اهلا بيك معانا. اهلا، مساء الخير. مساء النور، اتفضل يا بيه. والله انا نفسي نهتم بحاجه جميله قوي. اولا انا بشكر البرنامج الرائع بتاعك ربنا يكرمك جدا، ربنا يخليك. وانا بسمع راديو مصر من اول ما بدا، بشارك يمكن من اول ما بدا معك. ما شاء الله، جميل. في حاجتين بس اتمنى احنا نهتم بيهم. انا يمكن شغال في شركه اجنبيه، تمام، فاعرف ان التخطيط ده مهم جدا، وكانوا بيدربونا عليه بورك شوبس تحفه. تمام. ويعني ايه ان التخطيط ممكن يستنزف 50% من عمر المشروع. تمام تمام. ازيد كمان. انا نفسي ان قبل ما نجيب وزراء تنفيذيين قبل ممكن جدا كل وزاره يبقى لها الناس العلماء بتوع المصريين، وممكن نستعين ببعض الخبرات الاجنبيه، نخطط الله على كلامك، سنه ل 30 سنه ل 20 سنه ل 10 سنين كذا خطه. صح. طيب هننفذ ازاي؟ تتعرض على مجلس تشريع يطلع بيها قانون، مشي وزير جه وزير، نفضل ماشيين في الخط اللي في استراتيجيه وفي خطه طويله الاجل. بالظبط.
صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه معلش وبسرعه، اتفضل. حته مشروع قومي. يمكن لما رجعت وقعدت اقرا في ثوره 52 الثوره دي نجحت ازاي؟ تمام. والبلد كانت ضايعه عن كده. تمام. فوجئت ان في كذا حاجه. اول حاجه حته وجود مشروعات قوميه كبيره الناس اللي حواليها، تمام. التصنيع بالظبط، التصنيع بالظبط. ممر التنميه بتاع دكتور فاروق الباز ده ما يبقاش مشروع قومي نتلف حواليه. صح والله، محتاجين كده. شعب يعني الايموشن عندنا والاحساس والعاطفه رهيب. اول ما نقول يا مصر هتلاقي ملايين الشباب، صح. بدل ما ناس عاطلين وبترمي مولوتوف وبتنزل في تظاهر عشان ياخد جنيه ولا 100 جنيه، تعالى يبتدي اشتغل معايا وابني. ما هم دول اللي في 73 كلامك. فانا اتمنى ان التخطيط ووجود مشروع قومي نلتف حوله يساعدنا في المرحله دي. شكرا جزيلا، كلامك جميل جدا. التخطيط هو الاساس يا جماعه. الاجانب عندهم حاجه جميله جدا، يقول لك انت قدامك تعمل حاجه من اتنين، يا اما think plan do يا اما do plan think. الفرق بين الاثنين think plan do يعني بتفكر وبعدين تحط الخطه بتاعتك، الفكره هو الاستراتيجي زي استاذ محمد كان بيقول لنا، وبعدين تعمل الاستراتيجيات بتاعتك والخطط بالتفصيل، وبعدين بعد كده تنفذ. الطريقه الثانيه اللي احنا بنستمتع بيها do، تنزل على طول الملعب تجري وتعمل وتخبط، وبعد ما بتعمل الفعل تلاقي نفسك خبر ابيض ده انا وقعت في كارثه كبيره جدا، تقعد تلاقي خطه تدور على خطه اخرج من المأزق اللي انا فيه ده ازاي. وبعد ما تعمل الاثنين اخر مرحله تفكير، ايه يا ربي اللي زنقني الزنقه دي، وكل مره بتكرر نفس الغلط مره واثنين وثلاثه واربعه. مش ده اللي عايزين نعمله خالص يا جماعه. حد تاني بعت لنا صبري، شكرا صبري على كلامك الجميل، وبيقول عايزين نوصل صوتنا لنفكر رئيس جهاز 6 اكتوبر بالحديقه اللي امام الجهاز. انا ساكن هناك بس مش عارف بالظبط ايه المقصود بيه. انا ساكن في زايد، بس يعني هبقى اعدي مره اقول لنا يا ريت صبري تبعت لنا القصه بالظبط ايه يعني. عايز اقول لكم برضو ان احنا عندنا يعني حاجات جميله بتحصل. وعايز اقول لكم ان السنه دي كان نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج طلع الارقام اللي هي بتاعه تحويلات المصريين في الخارج السنه دي. الفتره الاخيره وصلت بيقول لك على مدى السنه ونص اللي فاتت 19 مليار دولار، وده اعلى بنسبه 30% حسب الارقام المكتوبه يعني عندنا هنا من اللي كان بيحصل قبل كده. حاجه جميله. وعايز اقول لكم النموذج ده عملوه الناس زمان اللي هم بتوع ازمه المال في الاسواق الاسيويه لما انهارت تماما، والكوريين والشعوب الاسيويه بقى الناس بتروح ياخدوا الذهب بتاعهم الستات يعملوه سبايك عشان يحطوه في البنوك عشان قيمه العمله بتاعتهم لا تهبط. صوره جميله جدا. نفس اللي قاله الاستاذ محمد على فكره الحلم القومي والمشروع القومي. ابويا الله يرحمه كان بيحكي لي لما حصلت اشاعه بعد حرب 67 ان الاسرائيليين عايزين يضربوا جسم السد العالي اللي هو كان بدا جزئيا يشتغل والله اعلم، فده كان ممكن يعني يعمل فيضان مهول في مصر او غيره، يقضوا تماما على البقايا من المقاومه. الشباب المصري والعائلات المصريه العاديه راحوا هناك وافترشوا جسم السد، ناموا عليه عشان يوصلوا رساله لو هتاخدوا السد هتاخدونا قبله، هتموتونا قبله. الناس عندها حلم ومحتاجين هذا الحلم القومي، واحنا بنضيع مجهود كتير جدا في شغل صغير ويمين وشمال. ما ينفعش يا شباب، محتاجين نلعب لعب كبير مظبوط يعني. من الحاجات اللي تخش معايا النهارده في البورصه مشروع جميل جدا بتعمله دلوقتي الناس بتوع المرور اللي احنا بنهاجمهم على طول طبعا، وبرده لو دخلنا في دقائق المشاكل اللي هم فيها كبيره جدا جدا جدا. عايزين يعملوا نظام يكون فيه مدارس قياده، وان ما حدش ياخد الرخصه الا لما يعدي في مدرسه القياده شهرين 3. قبل ما تقول لي بس واصل ولكن وما ينفعش واشمعنى، عايز اقول لك انا كنت في دبي كانت فضيحه بالنسبه لي ان انا اضطريت اخد بعد 25 سنه سواقه هنا في مصر. رحت هناك دخلت الاول مدرسه، رحت امتحن في السواقه، لازم تاخد مجموعه دروس الاول مهما كان. سقطت مرتين يعني. عايز اقول لكم مراتي وبنتي نجحوا من اول مره، كانت فضيحه، وانا طبعا شاكك في اللي حصل ده واكيد دفعوا حاجه، وده وجهه نظر السيئه بتاعت الاشاعات، لكن ربوني وتعلمت اسوق صح لاني كنت هنا بسوق غلط مليون في المية. معانا دلوقتي الدكتور محمد على التليفون، اتفضل معانا. دكتور محمود يا فندم. دكتور محمود اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. انا حقيقه انا طبعا اول مره اعمل مداخله مع حضرتك، يمكن انا عملت قبل كده مع راديو مصر لكن اول مره اخش مع حضرتك. تنورني حضرتك. ربنا يخليك. انا كنت مستمتع جدا جدا بحديث حضرتك وانت بتتكلم عن المحسوبيه والواسطه وقد ايه هي حاجه سيئه جدا وظاهره سيئه. استاذي الفاضل، انا نفسي اوجه من خلال حضرتك رساله للدكتور مرسي وللحكومه وللمعارضه وللشعب المصري كله. يا جماعه ارجوكم عايزين ننتقل فعلا لمصر الجديده. عايزين كلنا ننسى اي خلافات واي صراعات واي تشويه من اجل التشويه، لان احنا وصلنا لمرحله ان الحكومه بتشكك في كل الناس والشعب بيشكك في كل الناس والمعارضه بتشكك في كل الناس. طب وبعدين؟ طب ما احنا مش هنغير الشعب كله. ما هو الاخوان دول فصيل من مصر والمعارضه فصيل من اهل مصر والشعب فصيل من اهل مصر. يا جماعه ارجوكم
نطوي تماما صفحة المرحلة اللي فاتت بحلوها وبمرها. تعالوا فعلا كلنا نمد ايدينا لبعضينا ونقول احنا عايزين نشتغل في راسنهض. احنا واضح جدا ان احنا ما بنشتغلش يعني 1% من اللي احنا بنتكلم بيه وبنشوه في الاخرين. معاك تماما دكتور محمود، كلامك جميل جدا جدا وعايزين بجد نشتغل. شكرا دكتور محمود. انا بعد كده على فكره يا وسام مش هقول اي اسامي خالص، لان واضح ان السمع عندي بقى كارثه، بقول اي اسامي غلط، فبعتذر لكل الناس انا بقول اساميهم غلط. فعلا واضح ان السن بيفرق مع الواحد شويه. محمد حسن باعت بيقول يا ريت نتبنى هنا في البرنامج فكره مشروعات صغيره بمنهج علمي. معاك تماما يا محمد. لو دخلت على صفحتنا يمكن امبارح كنت عارفين يعني بعمل حاجات تانية عشان الواحد يقدر ياكل عيش في البلد، فبدرس محاضرات حاجات ليها دعوه باعاده الهيكله والمشروعات الصغيره، وكان في محاضره كامله كنا عاملينها على حاجه زي كده. هبعتها لكم يا شباب كمان عندنا على الصفحه بتاعت اهل مصر، لان بتقول لك ازاي تعمل مشروعات صغيره. عمليه مش صعبه ابدا، العمليه منظمه وسهله جدا، ممكن تعمل بمجهود صغير في مليون فكره، وممكن تعمل حاجات تفرق جدا وتفتح فرص عمل وابواب رزق كتيره جدا. مش عايز اطول عليكم واسف كنت دوشتكم النهارده شويه. اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. فريق العمل الممتع بتاعنا وسام عمار، علي زلط، علي عكيل، ابراهيم ابو سليم، ومحمد مطوع، ونورنا النهارده محمد زهران، وكان معاكم خالد حبيب، ونشوفكم على خير باذن الله.